كان عندك كام سنة لما عرفت ان مفيش حاجة اسمها تعالى اعمل لك بيرسونال براند، وان شركات الماركتينج بتضحك عليك؟ وده ببساطة لان البيرسونال براند هي الصورة الذهنية او الفكرة اللي الناس اللي حواليك بتبقى واخداها عنك. بس بصراحة كل واحد وذوقه، ناس تشوفك ناجح، ناس تانية تشوفك متكبر، ناس تالتة تشوفك عبيط. الله، هم عرفوا منين؟ بس الفكرة بقى هنا انك تتحكم في الصورة الذهنية دي وكمان تخليها تدخلك فلوس. وهنا بقى يجي المصطلح الصح للبيرسونال براند، وهي اني اظبط الصورة الذهنية بتاعتي شوية حسب ما انا حابب. وده مش معناه ان اتلون، انا بس هحاول ابين المهارات اللي عندي بوضوح اكتر واقدم للناس قيمة اخليهم يثقوا فيا ويرتبطوا بيا. وساعتها اللي بقدمه مش هيبقى مجرد كلام، لكن حاجة الناس عارفة قيمتها كويس، مستعدة تدفع عليها فلوس لانهم عارفين انا مين زي ما انا عايز بالظبط. فتاني مرة بقى لما شركة ماركتينج تكلمك وتقولك تعالى نعمل لك بيرسونال براند، قول لهم لا لا لا، انا هعمل فولو للوزان وهي هتعلمني اظبطها بنفسي ازاي.